ذنب تراه صغيرا تظن أنه لا يؤثر، لكن هل تدري كم من دقيقة بقيت لك في هذه الحياة؟ ساعة، يوم، سنة، أم عمر بأكمله؟ وماذا لو كان هذا اليوم هو آخر يوم لك على الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة، نظرة واحدة، ضحكة على معصية قد تكون سبب هلاكك. كم مرة استهنت بكذبة صغيرة أو غيبة في مجلس أو نظرة حرام؟ كم ليلة نمت وأنت تؤجل التوبة، تقول سأتوب غدا، ومن يضمن أن الغد سيأتي؟ كلها ذنوب قد تراها بسيطة لكنها عند الله عظيمة. تخيل أنك اليوم في ليلتك الأخيرة والناس يجهزون كفنك وصوت القرآن يتلى على جنازتك، وأنت لا تزال في قبرك، تسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل ستجيب وأنت مثقل بتلك الذنوب الصغيرة؟ إياك أن تحتقر ذنبا، فالجبل العظيم يتكون من حصى صغيرة. واحرص على أن تكثر من الاستغفار والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء في جوف الليل، لعل الله يمحو عنك ما لا تدري به من ذنوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وانشروا هذا التذكير فلعله يكون سببا في هداية أحد قبل فوات الأوان.